بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده طريقه عمل الزبده الفلاحي في البيت اهو. دي بعد ما خلصتها يعني وبنقطعها قدامكم اهوت. ممكن تعملها كده ده قراص كده يعني، او اسطوانات زي ما انتم شايفينها كده، يا قرص يا اسطوانه اهي. دي اللي هتستخدمها في زبده كزبده في الاكل يعني. لكن ممكن ما تقطعهاش كده وتستخدمها في السيحات سمنه. انا معايا لبن حليب اهوت، معايا زبده يعني، معايا قشطه من لبن الحليب واللبن ايه رايب. دي اللبن الحليب اهوت اهو، ودي اللبن الرايب كنت عامله منه الجبنه اللي عملت لكم منه فيديو الجبنه اهو. ده لبن كان دي قشطه لبن حليب ولبن رايب على بعضيهم اهو. بتجيب اللبن الحليب طبعا بتغليه وتحطيه في التلاجة، تباتيه في التلاجة، هيعمل معاك الوش اللي شفتوه في الاول ده. واللبن الرايب بتحطيه في النملية او حاجة وتقفلي عليه يومين ثلاثة وهيروب معاكي على طول. بتمسكي بقى القشطة كده تلفيها كده بايديك، تقعدي تلفي بقى كده في ايديكي كده اهوت. تاخد منك شوية يعني اهو، بتلفيها كده بايديك هتلاقيها لمت معاكي اهي، لمت خالص اهي معاكي اهيت. وبعد شوية هتلاقيها منزلة ايه الخط بتاعها اهو، لمت اهيت. وهتلاقي سابت الصينية او الحاجة اللي انت بتلفي فيها وسابت ايديك اهي. بعد كده هتلاقيها منزله الخط بتاعها بقى كده، هي تطلع معاكي بقى زبده بعديها على طول. بس في تركايه بعديها على طول، بعدها يعني هشوفها دلوقتي. زبده زي الزبده اللي بتشتريها الجاهزه، مفيهاش ميه كتير او خض كتير زي اللي بتشتريها جاهزه، زي الزبده النيوزيلندي. او شايفين الخض بتاعها ده اهو، ده نازل منها اللبن الزياده اللي فيها نازل اهوت، اسمه الخض. وهنعمل بيه فيديو معاكم، نعمل بيه رقاق الرقاق الطري يعني الفلاح اهو. بالخض دوت هنعمل بيه رقاق طري اهو. شايفين بتنزل الخض بتاعها ازاي اهي. هنعملها زي الزبده النيوزيلندي بالظبط. هناخدها نغسلها تحت الميه. لو انت في الشتاء بتغسلها تحت الحنفيه بتبقى الميه ساقعه، لكن في الصيف بتسقعي لها الميه في التلاجة وتغسلها بيها، او تفضلي تغسلي فيها كده تحت الميه العاديه اهيت. عايزه تعملها في ميه ساقعه برضو صيف شتاء متلجه يعني، اعمليها ميه متلجه اهو. تفضلي تغسلي فيها لحد الميه ما تروق معاكي خالص. شوفي الميه رايقه ازاي، ما فيهاش ايه اللبن اللي فيها كله نزل في الميه، غسلتها اهو. عايزه بقى انت تخزنها كده وتعمليها سمنه. لو خزنتها الكور اللي قدامك ديت عشان تعمليها سمنه، تسويها سمنه. لكن بقى وتسوي الاكل بسمنه يعني. لكن عايزاها تسوي بزبده، بتقطعها قطع صغيره زي ما انتوا شايفينها كده، يا قرص زي ما انتوا شايفينها كده، دواير كده، يا اسطوانات كده، عشان تاخدي كل قرصه تسوي بقى يعني، تبقى متحكمه فيها يعني تاخدي قد ايه. تبقى متقطعه وجاهزه قدامك تاخدي تسوي بيها على طول. لكن الكور الكبيره دي ممكن تسويها سمنه قدام يعني، تخزنها زبده وتسويها سمنه اهو. تقطعها بقى كده وتخزنها بقى في الفريزر، تحطها في الفريزر. دي تعملي بقى حاجات العيد وكحك العيد والبوتفور وكل حاجه تعملها بيها، سواء سويتها سمنه او زبده اهو. المتقطعه دي بتبقى جاهزه معاكي تاخدي تسوي بيها على طول، متحكمه انت هتاخدي كم قطعه وكده. لكن التانية بس الكور دي بتسويها سمنة، تعملها سمنة سايحة. ولو انت سمحتوا الفيديو يا حبيبي بتاعي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك لو اعجاب، واكتبوا تعليق حلو زيكم. ودلوقتي اللبن رخيص شوية وكتير في السوق، هاتوا واعملوا سمنة وجبنة وخزنوا من البيت. خزين اللبن في البيت خير، تعملي منه كل حاجة، وتعملوا قرص ورقاق وفطير وكل حاجة تعملها من اللبن اهو. قدامك اهوت الحاجات بعد ما اتقطعت اهي. دي مكعبات انا مقطعه مكعبات، ودي اسطوانات، والتانية دي قرص اهو. هاتوا واعملوا زبدة وخزنوها للصيف، عشان الصيف بتبقى اللبن شوية طبعا والزبدة والسمنة شوية تبقى عندكم. السلام عليكم ورحمة الله.